السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مرحبا بكم في قناتنا الجديدة هذه. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بجيم واشتراك. إذا نحن اليوم اقتربنا من موعد صب منحة البطالة. سيتم بداية من يوم 26 في الشهر الشروع في صب منحة البطالة وفق الرزمانة الجديدة التي كانت وزارة العمل قد كشفت عنها في وقت سابق. ومن جهتها كانت الوكالة الوطنية للتشغيل قد أعلنت عن وضع حيز الخدمة رزمانة جديدة لصب منحة البطالة على عدة أيام، وهذا ابتداء من 26 في الشهر هذا. وتم وضع رزمانة جديدة لصب منحة البطالة موزعة حسب آخر رقم في الحساب البريدي الجاري. فبالنسبة للحسابات المنتهية بأرقام 0 أو 1 أو 2 أو 3 سوف يتم صبها يوم 26 من كل شهر. أما بالنسبة للحسابات المنتهية أرقامها ب4 أو 5 أو 6 فسوف يتم صبها يوم 27 من كل شهر، فيما يتم صبها يوم 28 من كل شهر. بالنسبة للحسابات المنتهية أرقامها ب7 أو 8 أو 9 يتم صبها إذن يوم 28 من كل شهر. وأوضحت الوكالة في بيان سابق لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه حرصا على التكفل الأمثل بالمستفيدين من منحة البطالة، وفي إطار التكامل الحكومي بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سوف تقوم الوكالة الوطنية للتشغيل وبريد الجزائر ابتداء من 26 في الشهر بوضع حيز الخدمة رزمانة جديدة لصب منحة البطالة على عدة أيام، ويتم توزيعها بصفة ترتيبية ممنهجة بالاعتماد على رقم الحساب البريدي الجاري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.